ناخذ أم حسين من الكويت، ويانا أم حسين من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. السلام ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. اللهم الآن جبت الطاغوت واصنعين قريش فجبتيهما وابليتيهما عائشة وحفصة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. وسعد الله أيامكم. أيامنا وأيامكم، بوركتم إن شاء الله. الله يسلمك يطول لنا بعمرك شيخنا. أنا من غرفة البارتوك، من غرفة خواف. حياكم الله. أهلا حياكم الله، مرحبا بكم. نرحب فيكم شيخنا. أنا من المتشيعين. ما شاء الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم. بس عندي أقول لك أواجه مشكلة كبيرة، وهي مو من النواصب لعنة الله عليهم وعلى عمرهم ربهم عمر. أواجه مشاكل من الشيعة نفسهم. نعم. لما أتحاور مع أهلي الشيعة هم اللي ينتقدون كلامي. نعم. هذه المصيبة. إنزين. فساعات حتى لما أشوف أحد حتى يتطاولون على أهل البيت عليهم السلام صلوات الله عليهم، فلما أنا أتوب عليهم يقولوا لي لا، ما يصير إنك أنت تكلميهم بشدة. إذا هم قاعد يتطاولون على الإمام علي عليه السلام أو الزهراء عليه السلام ويترضون على معاوية لعنة الله على معاوية وعلى ولده يزيد الزندير. إلهي آمين. طبعا أبين لهم يقولون الإمام علي عليه السلام يقول لا تكونون سبابين ولا لعانين. إذا أنا ما أبي أسب، أنا ما أسب، أنا ألعن فقط. أنا ألعن من لعنه الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وآله في حديثه. لما أعطيهم الأدلة، المصيبة إن اللي ما يرضون كلامي واللي هم يعتبرون من الشيعة، هم الشنيعة مو شيعة. نعم. ألاقي عندهم يعني جهل، ما يعرفون. نعم. بهذه الأمور. فإني حتى أنا بالصلاة عندي وحدة ما تجمع تقول إحنا ما نجمع، أعطيها الأدلة على الجمع بالصلاة، على حتى التغير باللباس، ينتقدوني في لبسي. نعم. عجيب. عرف يقولوا إحنا خليك مثلا محرم. طبعا أنا لبس إسلامي، يعني أنا من تشيعت ما عندي حل وسط، يا أسود يا أبيض. فالتزمت بلباسي فصاروا ينتقدوني الشيعة. فأهلي هني يقولوا لي شوف الشيعيات قاعد يلبسون وأنت شنو قاعد تلبسين. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. يعني هذه المصيبة إن الانبطاحيين اللي احنا نسميهم الانبطاحيين هم مصيبتي في الدنيا، يعني مو النواصب نفسهم. نعم. نعم صحيح. الله يكون بعونك اختي ام حسين الله يكون بعون الجميع. الله يخليك ان شاء الله. واطلب للشيخ ان نسال الدعاء ان شاء الله. أدعو لكم هذه الليلة إن شاء الله. يا شيخ. الله يحفظكم. ويجي قدام الله وخلقه والله. جزاكم الله خير. الله الله يحفظكم إن شاء الله. الله. بوركتم إن شاء الله. الله يقوي إيمانك إن شاء الله. ثبتكم الله على الاستقامة. ناخذ اتصال. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الأخت أم حسين من الكويت وهي مستبصرة، الله إن شاء الله يثبتها مهتدية. نعم مهتدية إن شاء الله. الله يثبتها إن شاء الله. تقول أواجه مشكلة من الشيعة عندما تحاور مع الشيعة ينتقدون كلامي، وحتى بكلامهم ممكن يتطاولون على أهل البيت ويترضون على أعدائهم، ويقولوا لها بعد لا يجوز انك تكلمين المخالفين بشدة. وكذلك تطرقت الى كذا موضوع، منها لا تكونوا سبابين، يعني حديث امير المؤمنين سلام الله عليه صلوات الله عليه. وفي بعد هم تطرقت لللباس الشرعي، تقول انا اول ما تشيعت لبست اللباس الشرعي اللي هو لباس الزهراء سلام الله عليها صلوات الله عليها. وينتقدون يقولون انظروا إلى نساء الشيعة لا يلبسون اللباس الذي تلبسين. نعم. بس في بعض شغلات، بس ممكن تختصر الموضوع كله. يعني أولا الأخت. أنا أحيي الأخت المكرمة وأسأل الله تعالى أن يثبتها على هذه الروح الفاطمية الزينبية الحقيقية إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى ما تتعرض له ممن سمتهم شنيعة فلتعرض عنهم،
يعني إذا أبقيت نفسك تهتمين بما يقوله هؤلاء الذين هم مع الأسف ما فهموا التشيع جيدا، فيعني ستضغطين على أعصابك بلا طائل بلا فائدة. اتركيهم واسأل الله عز وجل لهم الهداية، ولعل مما يعجل في هدايتهم، لأنه هذه الإشكالات التي يطرحونها هي مع الأسف إشكالات شائعة ومن الأخطاء الشائعة في أمتنا الشيعية. هاي قضية لا تكونوا سبابين مثلا، أو إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، أو المؤمن ليس بسباب ولا طعان ولا فحاش. يا أيها الإخوة الأكارم، أكثر من مرة نبين هذا ونفصله لكم بناء على الحقائق العلمية، على البراهين. هذه الأحاديث إنما وجهنا بها أن لا نسب ولا نطعن في ذلك المخدوع المستضعف الذي ترتجى هدايته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استكره لأصحابه أن يسبوا من؟ مو معاوية وعمرو بن العاص رؤوس الكفر والضلالة، لأهل الشام. أهل الشام من هم؟ الذين خدعهم معاوية. وثم أمير المؤمنين قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، يعني عمل مكروه مو حرام هم شرعا، يعني حتى بالنسبة إلى ذلك المخدوع مو حرام. هذا للعلم أمر مناقش، أنتم راجعوا. مع الأسف هو المستوى العلمي الهابط وعدم المراجعة الجيدة، وإذا كان من في الحوزات لا يراجع فكيف بالعوام؟ ارجعوا أنتم أصلا إلى المتون الفقهية، ارجعوا إلى شروحات المكاسب، إلى مثلا الكتب والتعليقات على المتون الفقهية المعروفة. هذه مسألة متفق عليها عند فقهائنا أصلا، أنه لا حرمة في سب المخالف، حتى المخالف العادي لا حرمة. مع ذلك نحن لا ننهى عن ذلك، لأن أمير المؤمنين عليه السلام نهانا عنه على سبيل الكراهة. عمل مكروه مثل واحد يشرب الماء واقفا بالليل، هذا عمل مكروه، لازم يجلس يشرب الماء. أما رؤوس الكفر، رؤوس الظلم لأهل البيت عليهم السلام، رؤوس الضلالة، هؤلاء لا حرمة لهم، هؤلاء يشنع عليهم، يفضحون، تكشف مخازيهم، ينال منهم ولو بمثل السب واللعن، ماكو أي إشكال. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا صنع رسول الله، هكذا صنع أئمة أهل البيت عليهم السلام، هكذا صنع عمالقة التشيع عبر التاريخ. لأن هذا كله مما يعجل في إسقاط الاعتبار عن الشخصية المذمومة، يجعلها محاطة بدائرة من الذنب. إذا الأمة صارت عندها حالة أنه دائما تذم وتسب وتشتم وتلعن وتسقط من هذا الرمز الباطل، فهذا لا يبقى رمزا بعد، لا يبقى رمزا، لأنه الكل يشب على أنه هذا مذموم، هذا مثلوب، هذا مقدوح فيه. عينا مثل ما الآن نحن كلنا من الصغر ربونا أهالينا على أنه نلعن يزيد، اشرب ماي وشنو والعن يزيد، لا اشرب وزيد، اشرب وزيد والعن يزيد مثلا. فلذلك خلاص صارت حصانة عند الفرد الشيعي، الفرد المؤمن الشيعي، يزيد شخصية مذمومة. جدي كان يلعنه، أبوي كان يلعنه، أمي كانت تسبه، خلاص القضية واضحة، تدخل في الثقافة العامة للأمة. طيب كملوا الطريق إلى عمر، وكان يصنعه هكذا أيضا الشيعة الأبرار. كان عندهم أيضا شنو؟ البس جديد والعن عمر ويزيد، هكذا. عرفت شلون؟ وعايشة نفس الشيء. عايشة ما أدري، المهم اللي الإخوان التونسيين اللي أي هذا أحسنتم، الإخوان التوانسة والجزائريين وكذا عندهم هاي أيضا الثقافة، أنه عبارة عن أمثال شعبية تطعن بعائشة وتسقطها عن الاعتبار. ومصر أيضا خيبة شنو؟ راكبة خيبة أمل راكبة جمل، أو خيبة الأمل راكبة جمل، هالشكل شيء. أعمل فيك عيوشة. أي أعمل فيك عيوشة مثلا. فهذا كله ليش؟ هذا كله مما تساعد عليه الشريعة، أو أعني أن الشريعة تبيحه وتحث عليه. لماذا؟ حتى هذه الشخصيات لا تبقى لها كرامة، لا ينخدع بها أحد. فمع الأسف لا يراجعون،
يا أيها الإخوة ارجعوا إلى تحرير الإنسان الشيعي حتى تتحرروا من هذه القيود الوهمية، هذه الأفكار الخاطئة. انظروا أنا ماذا نقلت من الأحاديث المعتبرة، من أقوال العلماء في هذه المسألة بالذات، مسألة السب والشتم واللعن وإلى آخره. تعرفون حينئذ أين تنزلون قول أمير المؤمنين عليه السلام إني أكره لكم أن تكونوا سبابين؟ في أي منزلة تنزلونه؟ تعرفون لمن ينصرف؟ هذا توجيه بلحاظ أي موضوع. شنو الموضوع الذي كان؟ على أنه حتى أمير المؤمنين مروي عنه أنه لما كان يسمع قومه يقولون أهل الشام أهل الشام كان يقول لا تقولوا أهل الشام، قولوا أهل الشؤم مثلا، وهذا فيه نيل من النيل حتى من أهل الشام يعني عموما. فهذه أمور، شوفوا هذه التعارضات وظيفة الفقيه، وظيفة الذي يستطيع أن يحقق ويدقق، مو وظيفة العوام بصراحة أقول. والمشكلة الآن أنه كل يفتي في الدين مثل ما كل يفتي في السياسة. صار شيئان دائما الناس يتحدثون بهما، يعني شو مثلا الطب لا يتحدث، يقول هذا ما أعرف مو شغلتي الطب، هندسة ما يتحدث مو شغلتي الهندسة ما أعرف بهالأشياء، لكن الدين والسياسة كل الناس يفتون به، ما يقف عند حدود، لا كل واحد فقيه وكل واحد سياسي لازم يتحدث بالمقاهي بالدواوين ما أدري وين كل مكان. هذه مشكلة، هذا مما يؤخر أمتنا مع الأسف. اتركوا هذا الاختصاص، اتركوه لأهله. نعم سمعت شيخ، بس بك بعد تعلق على انتقادها لللبس، اللباس اللي هو اللباس، هذا هم من المآسي مع الأسف. أنه بدلا مما يحثها هؤلاء ويبارك لها التزامها بالحجاب الشرعي، حجاب الزهراء البتول صلوات الله عليها، يريدون منها أن تقتدي ببعض النساء الشيعيات اللاتي لم يلتزمن بالحجاب الأكمل. مو صحيح. نعم. ومع ذلك لا تلتفتي إليهم، يعني يا أيتها الأخت لا تلتفتي إلى هؤلاء. الحمد لله أنت خطوت خطوة شجاعة جدا بأن تحولي معتقدك بالكامل. فبعد أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يرجعونك إلى الوراء من ناحية الالتزام بالأمور الشرعية وبالعبادات وبهذه الأمور، هؤلاء بعد لا تلتفتي إليهم أبدا، كوني أنت الأعلى.